الحبس 30 سنة بزاف على واحد، 30 سنة قليل، لأن مس القوت نتاع البساطة. وخذينا قوانين رادعة، وكثير من الناس راهم نادمين اليوم. شحال تربح في المضاربات؟ تربح مليار، راك سمحت في ولادك وعندك 30 سنة انكومبريسيبل. إذا لازم القوانين تاعنا تطبق، والناس إن لم تستعي يفهم ما تشاء. دوك الإنسان اللي يديرها عمدا، وما نستبعدش باللي فيه ناس مغذيتهم العصابة، وما نستبعدش أن هذه أمور من البديهيات نتاع خلق عدم الاستقرار. فيه مدارس كلكم تعرفوا واش راه الالياندي، واش راه الاخر، واش راه الاخر. يجوا في الليل يلموا كاع السلعه اللي في الحوانيت ويرموها في البحر ويخلقوا مجاعه، وتخرج الناس للشارع وهذا ويسهل الانقلاب ويسهل كذا ويسهل كذا. اذا العصابه اليوم عندها اموال طائله، راه اموال لا تعد ولا تحصى. حاولوا يشروا الصحفيين، حاولوا يشروا هذا، حاولوا يشروا، الا من رحم ربك. اليوم نقصد الحمد لله، ولكن مازال خايفين، لان عارفين اللي تحكم يندم على طول حياته على الشيء اللي داروا. المجتمع تاعنا لازم يسترجع الاخلاق نتاعو. ثم واش الفائده نتاعك باش ترفع؟ انا ما نفهمش، واللي فاهم يفهمني. انا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس، يستهلك الفاصوليا، البقوليات. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيف يخلق لي ازمانه في اللوبيا والرز والعدس؟ هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله هي اللي حكمته، اني ندم على النهار اللي زاد فيه.